السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنشتغل مع بعض وردة مجسمة. الوردة ليها استخدامات كتير، ممكن نستعملها كحامل للدبابيس والإبر، ممكن كمان نستخدمها في تزيين الشنط، ممكن نستخدمها ميدالية. ليها استخدامات كتير جدا. معايا الخيط اللي انا هشتغل بيه بواقي خيوط من مشاريع كنت شغالها قبل كده. يعني الوردة دي مناسبة جدا لاستخدامات بواقي الخيوط الموجودة عندنا. اي بواقي خيوط موجودة عندك قطن او صوف ممكن تشتغلي منها الوردة دي. معايا كمان مقاس ابرة مناسب للخيط اللي انا هشتغله. انا هشتغلها بابرة مقاس 3. عايزين الغرز تكون شوية مشدودة ومش واسعة علشان الفايبر اللي جوه الوردة ما يكونش ظاهر. هبدأ باللون ده. معايا طرف الخيط، واول حاجة هعمل الدايرة السحرية. البنات اللي مش بتعرف تشتغل الدايرة السحرية ممكن تشتغلي 4 سلاسل وتقفليهم على بعض بمنزلقة وتكوني الدايرة اللي هتشتغلي جواها. انا هعمل الدايرة السحرية، هلف الخيط مرة واحدة، بدخل جوه الدايرة اللي انا كونتها. انا لفة مرة واحدة، هسحب الخيط وهشتغل سلسلة. السلسلة دي قفلت بيها الدايرة، وكمان هحسبها الارتفاع بتاع غرزة الحشو اللي انا هشتغلها جوه الدايرة. همسك كده علشان أأمنها ما تفكش مني. هدخل جوه الدايرة وهشتغل 5 غرز حشو جنب بعض. 2 3 4 5. هلم الدايرة، هقفلها كده، شد الخيط ولمها على بعض. برجع تاني واقفل السطر، ومعايا علامة من علامات الغرز. هي علامات الغرز دي علشان اعلم اول غرزة، لان غرزة الحشو ممكن تتوه مني، اللي هي البداية بتاعت السطر. اقفلها كويس اهي. هاجي في اول حرف في السطر وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة كده. الدايرة جواها 5 غرز حشو. هرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وكمان في نفس المكان غرزة جنبها. السطر التاني بتزايد الدايرة بيكون كل الغرز فيها تزايد. تمام. هعلم اول غرزة عشان ما تتوهش مني. انا هشتغل 3 سطور بس كده. اول غرزة اشتغلت فيها غرزتين ارتفاع وغرزتين. الغرزة التانية هشتغل فيها 2 1 2. الغرزة التالتة اشتغل فيها 2. الغرزة الرابعة 2. الغرزة الخامسة خد معنا الخيط كده، هشتغل فيها 2. اللي باقيه دي يا بنات مش غرزه، دي القفله او المنزلقه اللي انا قفلت بيها. بشيل العلامه. طبعا ممكن تشتغلي الدايره دي حلزوني براحتك، يعني ممكن كمان تشتغليها بغرزه العمود بلفه، لكن غرزه العمود بلفه هتشتغلي سطر واحد بس وجوه الدايره 15 عمود بلفه. هاجي هنا في اول غرزه وهقفل السطر بتاعي بمنزلقه بالشكل ده. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة واحدة بس، وهرجع العلامة في اول غرزة عشان اكون عارفة القفلة بتاعتي فين. السطر التالت هنشتغله زي الدايرة العادية بالظبط، غرزة فردي هي اللي اشتغلناها اول حاجة، والتانية هشتغل فيها تزايد يعني 2 في نفس المكان. التالتة فردي، الرابعة تزايد، الخامسة فردي، والستة تزايد، وبعدين اللي بعدها فردي، اللي بعدها تزايد، ناخد ده كده معانا، وبعدين فردي، وبعدين تزايد، اخر غرزة تزايد.
لو عدينا عدد الغرز في السطر الثالث هنلاقيها 15 غرزة. احنا محتاجين 15 غرزة علشان نشتغل عليهم. هنشيل العلامة وهنقفل مكانها في اول غرزة بمنزلقة سلسلة للتثبيت بقى، وهفصل الخيط عشان هبدل الالوان. كده الدايرة مظبوطة معانا ومتأمنة من ورا وتمام. بصوا دي الدايرة اهي. اللون التاني هندخله خلاص، اللون الاولاني ده خلاص، احنا هنأمن بس الدايرة وهننضف الخيوط اللي ورا عشان ما تسحبش مننا، وهنرجع نبدأ شغل باللون التاني. نضفت الدايرة بتاعتي وربطت الخيوط ببعض. كل ده هيكون جوه الوردة، احنا زي ما قلنا هنحشيها فايبر، فكل ده هيكون في الداخل. معايا طرف الخيط اللون التاني، هعمل عقدة البداية، هظبط الحلقة بتاعتي، هظبط المقاس كده. طالما فصلنا الخيط ممكن نبدأ من اي مكان كده. مثلا هنا هنسحب الحلقة تمام، هرتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. معايا 6 سلاسل. هقلب السلاسل. بصوا السلاسل بتاعتي ليها عدلة وليها ظهر، العدلة بتاعتها او الوش بتاعها اهو، والظهر بتاعها في حلقة صغيرة كده. شايفين الحلقات الصغيرة؟ هي دي اللي بشتغل فيها. باجي هنا من اول حلقة من غير اي ارتفاع ولا اي حاجة. شايفين الحلقة الاولى اهي، هوريها لكم. بصوا اهي الحلقة دي اللي في الظهر اهي، شايفين الحلقة التانية اهي، الحلقة التالتة. كل الحلقات دي هي دي اللي انا بشتغل جواها. هنيجي من اول حلقة من هنا وهبدأ شغل من غير اي ارتفاعات ولا اي حاجة. هدخل جوه الحلقة اللي في الظهر اللي هي اول حلقة. ممكن كمان نصغر مقاس الابرة شوية علشان الدخول في الحلقات دي بيكون صعب شوية. انا صغرت الابرة بقت 2.5. كل ما تحسي ان الحلقة ضيقة شوية او اشتغليها بابرة اكبر شوية. تدخلي بالراحة كده وبتسحبي الخيط، بتسيبيه على الابرة، وبعدين الحلقة اللي بعدها تسحبي الخيط وتسيبيه على الابرة. تالتة تسحبي الخيط كده وتسيبيه على الابرة. الرابعة، الخامسة، والستة اللي هي اول حاجة اهو. بنعدل كده، بنيجي على العدلة كده وبتدخلي في الحلقة اللي في الظهر برضو تمام. لو عدينا الحلقات هنلاقيها 2 4 6 7 حلقات على الابرة، وبنزل في نفس غرزة الحشو اللي انا بدأت فيها، بسحب الخيط مرة كمان. كده معايا 8 حلقات. بطلع من 2 بس كده، وكمان 2 وكمان 2. ما بطلعش من الحلقات كلها مرة واحدة. بصوا، و2 2 2 واخر 2. بصوا بالشكل ده. هنشتغل سلسلة واحدة زيادة، وده تزايد في المرة دي بس. يعني ده التزايد، احنا هنشتغل الوردة 5 بتلات. التزايد هيكون في المرة التانية بس. يعني بعد ما اشتغلنا اول مرة وطلعنا من الحلقات بشتغل سلسلة. باجي في الظهر هنا في الحلقة بتاعت السلسلة اللي انا زودتها، بسحب الخيط منها عشان تكون معايا حلقة زيادة عن المرة اللي فاتت. وبعدين الحلقة اللي بعدها، وكل حلقة هتقابلني هسحب منها الخيط مرة كده كده، واللي بعدها 2 4 6 8، والمرة التاسعة هسحبها من غرزة الحشو من نفس الغرزة اهي. شايفين انا سحبت منين؟ من الغرزة نفسها. بعد كده هطلع من حلقتين مرة، من الحلقتين اللي بعد كده، من الحلقتين اللي بعد كده،
وكل مرة هطلع من حلقتين 2 بس، وهخلي الباقي على الإبرة، وبعدين من حلقتين وحلقتين وحلقتين واخر حلقتين. كده اشتغلت مرتين في نفس غرزة الحشو. هكرر، بس المرة دي مش هشتغل تزايد، هشتغل على نفس عدد الحلقات اللي في الجنب دي، شايفينها نفس العدد. هدخل في كل حلقة وهسحب الخيط مرة، هي اول مرة اصعب مرة عشان بتكون شوية متدارية ورا الخيط بتاعي. اهي اول مرة كده، اللي بعديها، اللي بعديها. كل حلقة هتقابلني من الجنب كده هسحب منها الخيط مرة، ولازم يكون معايا نفس العدد بتاع المرة اللي فاتت اللي هما ال9 حلقات. هنسحب وهنعدهم، والمرة الأخيرة بسحبها من غرزة الحشو، لكن غرزة الحشو التانية. الأولى اشتغلت فيها مرتين، وبعد كده هروح على الغرزة التانية هشتغل فيها برضو مرتين 2 بس، هسحب منها مرة وهعد الحلقات 2 4 6 8 9. بطلع من 2 و2 بصوا الشكل بقى كده تمام. برجع اكرر، دي واصله طبعا لان انا شغاله بواقي خيوط، فالخيط احيانا بيكون فيه وصلات. هرجع اكرر نفس العدد اللي هما ال9 حلقات. هدخل في اول حلقه، بصوا فين الحلقه اهي، اول حلقه بتكون ضيقه شويه، اضيق حلقه فيهم. بعدين اللي بعدها تسنديها بايدك كده وتسحبي الخيط، تجيبي الوصله كده لجوه عشان تتدارى بعد كده واحنا بنقفل الورده. ماشي. الحلقه اللي بعد كده الحلقه اللي بعدها كده كده كده. هنعد الحلقات 2 4 6 8، والتاسعة بتجيبيها من غرزة الحشو، وهنكرر وهنسحب من نفس غرزة الحشو اللي سحبنا منها المرة الأخيرة. هسحب منها مرة تانية، كل غرزة حشو بسحب منها مرتين، وبعدين هرجع أطلع من حلقتين حلقتين. كده اشتغلت 4 مرات، 1 2 3 4، 4 سطور. أنا محتاجة 6 سطور في كل بتلة. بعد كده خامس سطر بنفس الطريقة هدخل في الحلقة كده وبسحب مرة. اللي بعديها كل مرة لازم تتأكدي ان عدد الحلقات اللي على الإبرة هو نفس العدد بتاع كل مرة، ما عدا طبعا أول مرة والمرة الأخيرة، لأن احنا في المرة الستة اللي هي آخر مرة في السطور بتاعتنا هنشتغل فيها تناقص 2 4 6 8، والمرة التاسعة هنسحبها من غرزة الحشو كده، ونطلع من حلقتين بحلقتين. واخر مرة بقى بصوا هنا سطر 2 3 4 5، اخر سطر هشتغل تناقص، يعني هسيب الحلقة الضيقة اللي بتضايقنا دي ومش عارفين ندخل فيها كل مرة دي، هنسيبها وهنيجي على الحلقة التانية عشان هنشتغل هنا تناقص عشان يكون اول سطر زي اخر سطر، وهنسحب مرة. احنا محتاجين هنا 8 حلقات على الابرة، 2 3 كده 4 حلقات كده 5 6 7، والمرة الثامنة هناخدها من غرزة الحشو نفسها. دايما بناخد اخر مرة من الغرزة اللي في الدايرة نفسها، وبنفس الطريقة هنطلع من حلقتين حلقتين 2 2 2 2 واخر 2. كده البتلة اتكونت معايا. دي اول بتلة في الوردة. بنقفلها ازاي بقى؟ بصوا هنا اول سطر اشتغلناه في حرف في هنا، محتاجين ان احنا نكون نفس الحرف. هنيجي في اول حلقة وهشتغل منزلقة، هنزل لهنا لحد الدايرة بتاعتي بمنزلقة، هسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة، هدخل في الحلقة اللي بعدها هسحب وهطلع من الحلقة
الحلقة اللي بعدها كده منزلقة منزلقة، واللي بعديها كمان منزلقة، واخر حاجة منزلقة في غرزة الحشو اللي عليها الدور هنا، انزل منزلقة علشان ابدأ بتلة جديدة. بصوا دي كده اول بتلة بتتكون من 6 سطور. بعد كده هرتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهيفضل بقى معلش ان احنا نشتغلها بالابرة الاكبر شوية عشان الحلقات تكون واسعة معايا. نشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها هنا. برجع لمقاس الإبرة الصغير مرة تانية، السلسلة نفس السلسلة اللي أنا بدأت بيها، بلف كده السلسلة على الظهر وباجي في أول حلقة بكرر نفس اللي عملته قبل كده. كده مرة أنا كده شغالة على ظهر السلسلة 2. بصوا كده الظهر اهو، السلسلة التالتة والرابعة والخامسة. بعد الحلقات عشان اتأكد 2 4 6 والسلسلة رقم 6. والمرة الأخيرة بسحبها من نفس غرزة الحشو اللي أنا قفلت فيها المنزلقة، شايفين اهي، بدخل فيها بسحب الخيط مرة كمان. 2 4 6 8 حلقات على الإبرة، بطلع من 2 2 2 تمام اهي، نفس اللي اشتغلته قبل كده بالظبط. برجع تاني المرة التانية بعمل تزايد في سلسلة واحدة وبرجع اشتغل فيها وبسحب الخيط كده مرة تانية، تالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، 7 2 4 6 8. والمرة التاسعة بسحبها من نفس غرزة الحشو لان ده تاني سطر اشتغل، واحنا قايلين كل غرزة حشو بشتغل فيها مرتين، سطرين يعني. كده 9 حلقات، بطلع من 2 2 2 2 2 بنفس الطريقة اهي. بعد كده بكرر كل غرزة حشو بتقابلني بشتغل فيها سطرين بنفس الطريقة. اول مرة 6 سلاسل، والسطر التاني بعمل تزايد بشتغل في النص هنا، بعد الاتنين دول بشتغل في الغرزة اللي بعدهم 2 كمان بنفس الطريقة، والغرزة التالتة بشتغل 2 وبشتغل تناقص في المرة الخامسة او في السطر الخامس علشان يكون السطر الاول زي السطر السادس نفس العدد بالظبط. تمام. انا اشتغلت بتلة كاملة على 3 غرز، كل بتلة بتتكون او بتشتغليها على 3 غرز. البتلة دي هشتغلها على 3، انا معايا 15 غرزة حشو هشتغل عليهم بالظبط 5 بتلات. انا هكمل ال5 بتلات وهشتغل جزء تاني بنفس الشكل ونفس اللون، ولو انت حابة تغيري الالوان طبعا براحتك. هشتغل الجزئين وهنرجع نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. اشتغلت على الدايرة 5 بتلات، بصوا الشكل بقى كده 5 بتلات، كل بتلة اشتغلتها في 3 غرز حشو على ال15 غرزة اللي في الدايرة. بصوا شكلها بقى جميل جدا. وبواقي الخيوط انا مش هنضفها هنا لاني هحشي الوردة فايبر، فكل ده هيتدارى جوه. انا بس ثبت الخيوط علشان ما تفكش. اخر حاجة اشتغلتها كانت منزلقة، هفصل الخيط لكن هفصله على مسافة كويسة علشان اشبك بيها الوردة. هسحب الخيط خلاص كده، الخيط معايا جاهز والوردة متقفلة والخيط متثبت. معايا الجزء التاني، انا اشتغلت وردتين نفس الشكل بالظبط، نفس المقاس ونفس عدد الغرز. انا هحطهم على بعض كده وهبدأ ان انا اشبكهم
قدامك اكتر من طريقة لتشبيك الوردتين مع بعض. ممكن تشبكيهم بمنزلقة، ممكن كمان تشبكيهم بإبرة التنظيف. انا بفضل ان انا اشبكهم بإبرة التنظيف، اسهل بكتير. تمام. هنجيب الوردة اللي فيها الخيط الطويل، معايا إبرة التنظيف البلاستيك، هحط الاتنين على بعض وهجمع الخيوط كده في الداخل، وهاجي هنا على الوردة التانية هجيبها وهبدأ ان انا اشبك من نفس المكان. بصوا انا معايا هنا حرف في دوران البتلة كلها، حتى هنا فوق في حرف في، هدخل تحت حلقتين كده، مش تحت حلقة واحدة طبعا عشان الغرز ما توسعش مني. شايفين؟ هدخل كده تحت حلقتين. فهاجي هنا من البداية اهو، اول غرزة هشوف الغرزة اللي قصادها في الجنب التاني كده، نفس المكان اللي قفلت فيه بالظبط. انتي مجرد ما قفلتي بتلة واحدة هتلاقي الوردة اتجمعت وبقى الموضوع سهل جدا. هرجع للحرف الفي اللي في الجنب هنا كده، ندخل تحت الحلقتين كده، واخد معاه حرف الفي اللي في الجنب التاني بالشكل ده، وهجمعهم على بعض كده. هاجي لحرف الفي اللي بعده كده، بصوا دخلت فين، وهروح للي قصاده في الجنب التاني بالشكل ده، وهسحب الخيط كأنك بتخيطيهم مع بعض. ارجع تاني حرف الفي هنا، اروح للي قصاده في الجنب التاني، كلها حروف في، فالموضوع سهل جدا ان انتي تدخلي تحت حلقتين في البتلة دي وتحت حلقتين في البتلة دي. خلاص هشبك الوردة كلها دورانها كده بنفس الطريقة. هشبك حوالي 3 بتلات، وهنرجع عشان لازم تحشيها بالفايبر وانتي شغالة. الجزء اللي تقفليه هنجيب الفايبر ونحطه مع بعض جوه الوردة. فانا هقفل حوالي 3 او 4 بتلات، والبتلة الاخيرة هسيبها مفتوحة كده عشان ادخل الفايبر منها. هقفل وهرجع لكم عشان نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. شبكت ال3 بتلات مع بعض، بصوا باقي بتلة ونص تقريبا. الخيوط كلها الزيادة دخلتها جوه. تمام. على فكرة ممكن تستعملي الوردة من غير ما تحشيها فايبر، بيكون شكلها جميل، بتكون برضو مجسمة شوية وطبقتين بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي لما بتتقفل كده وهي فاضية بيكون شكلها في منتهى الجمال. انا عشان عاملاها عشان هزين حاجة لطفلة، فمحتاجة ان انا احشيها فايبر، لكن ممكن تستعمليها من غير ما تحشيها فايبر. معايا الفايبر ده، نبدأ ان احنا ندخله جوه الوردة بالراحة كده. تدخليه جوه البتلات بتاعة الوردة، ولو في مكان انتي مش واصلاله بالإبرة من تحت كده من الظهر بتاعها من الآخر يعني هنا كده، وهتزقي الفايبر جوه الوردة. تمام يا بنات، بصوا الأجزاء أو البتلات بتاعة الوردة بقت منتفخة اهي. تمام. بنكمل بقى حشو، وكل جزء بنقفله بنكمل تقفيل على البتلات دي. بعد ما بنقفلها بنفس الطريقة كل غرزتين قصاد بعض بإبرة التنظيف، الجزء اللي بنقفله بنبدأ ان احنا ندخل الفايبر فيه علشان المكان كل ما بنقفل طبعا بيكون اضيق كده.
قفلنا جزء كده، بنبدأ ان احنا ندخل الفايبر فيه بالشكل ده كده. كده شايفين؟ وتبدأي تقفلي، تجيبي الفايبر كده على جنب كده وتشدي البتلتين على بعض وتبدأي ان انتي تقفلي كده. ونفس الكلام بالنسبة للبتلة الأخيرة، هتقفلي نصها وتبدأي ان انتي تحطي الفايبر وبعد كده تقفلي عليه واحدة واحدة كده، هتلاقيها ظبطت معاكي. خلاص انا هكمل تقفيل الجزء ده وهنرجع علشان نقفل اخر جزء مع بعض. وصلت لاخر بتلة وفيها جزء صغير اهو علشان ادخل منه الفايبر ده. اخر حاجة هكمل بقى الجزء اللي باقي ده بالفايبر وبعدين هبدأ ان انا اقفل اخر جزء. ما تحطيش طبعا كتير عشان الوردة ما تكونش جامدة قوي، عشان تكون ايه طرية كده. وبعدين نبدأ بقى نجمع على الفايبر وده اخر جزء. بصوا اخر غرزة ونحاول نظبط المقاسات كلها علشان تكون البتلات كلها قد بعض. خلاص عقدة بقى، بتعملي عقدة هنا في النص كده في المكان ده، يعني بتدخلي بالخيط مرة كده كأنك هتعملي الغرزة بتاعتك، وبعدين تاخدي الحلقة بتاعت الخيط كده. ممكن تعملي عقدة كمان علشان تأكدي القفلة. ولما تيجي تفصلي الخيط افصليه على مسافة. يعني بصوا هنجيب بس الإبرة كده الأول ونفصل الخيط على مسافة وهندخله جوه الوردة عشان ننضفه. طبعا ما تدخليش وسط الغرز، لا دخلي في الفايبر كده نفسه واطلعي من الناحية التانية مثلا كده اهو، وافصلي الخيط بقى. هو كده موجود جوه الوردة نفسها اهي. بصوا سهلة وبسيطة جدا. بصوا طرية ازاي، شايفين شكلها حلو قوي. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم وان الشرح يكون سهل بالنسبة لكم. هستنى رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لأول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.